هبدأ حلقة النهاردة بسؤالين. أول سؤال هو ليه محمد هاني بيلعب كورة؟ تاني سؤال تتوقع إيه شكل الفضيحة اللي هنطلع بيها من كأس الأمم الأفريقية؟ بعد ما تكتب لي في الكومنتات عايزك تركز معايا علشان هقول لك على 4 أخبار هيفرحوا كل أهلاوي، وهرد لك على السؤال في الآخر، هو رامي ربيع فعلا راجع النادي الأهلي ولا لأ؟ وقبل ما اجاوبك على كل الاسئله دي عايزك تصلي على النبي وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات. احنا بنتعب وبنحاول نجيب لكم الاخبار طازه بشكل يومي، فعايزك تقف مع اخوك يا حبيب اخوك. ويلا بينا نبدا. اول حاجه قبل ما اقول لك الاخبار اللي هتفرح كل اهلاوي، عايز اقول لك تصريحات كابتن ابراهيم حسن بعد ماتش مصر وكاب فيردي الراس الاخضر. كابتن ابراهيم حسن طلع يقول لك يا جماعه انتم مكبرين الموضوع ليه؟ ده ماتش ودي يعني والدنيا ماشيه، وسواء كسبنا الماتش ده او اللي فات دول تمارين بنجرب فيها اللعيبه وبنتمرن. وغير كده الاخطاء اللي دخلت فينا جون دي اخطاء فرديه من اللعيبه، احنا ملناش دعوه. يعني بيشيل محمد هاني سبب ضربة الجزاء. الله عليك يا مدرب بتشيل لعيبتك الليلة. انا عايز اقول لك ومن موقعي هذا، مصر مش تكسب كاس الامم الافريقيه، اخرنا نوصل دور ال 16، ده يبقى كده عملنا انجاز. وبس كده، مش عايز ادي النقطه دي اكتر من حجمها، نخش على النقطه اللي بعد كده. اول اخبار معانا هي عودة المدافع اشرف داري. داري عليه احسن يتحسد، احسن يتصاب مننا تاني. اشرف داري من ساعة ما جه وهو كل اصابات. معلومة يا جماعة ناس كتير ما تعرفهاش، اللي اشرف داري كان مشارك مع منتخب المغرب في الانجاز اللي عملوه في كاس العالم، وكان بيلعب اساسي في ماتش المغرب ضد البرتغال اللي طلعوا فيه كريستيانو رونالدو. يعني اشرف داري مش لاعب وخلاص، بس للاسف زي ما تقول لما جه النادي الاهلي كان عنده اصابة مزمنة، اصابة فاضله معاه من ساعه ما جه، كل ما يخف يتصاب تاني بشكل مختلف لان خلاص جسمه اخد على وضع الاصابات. فربنا يستر ويكمل معانا من غير اصابات عشان نعرف نسوق له ونبيعه في اسرع وقت ممكن. اما تاني واحد رجع من الاصابه هو عوده ياسين مرعي. عوده ياسين مرعي من الاصابه اللي جات له الاخيره، برضه ما اعرفش ياسين مرعي من ساعه ما جه النادي الاهلي تحس فيه لعنه، اي مدافع يجي بيتصاب. بس رجع من الاصابه والحمد لله خط الدفاع عندنا يعتبر شبه كامل. المشكله بقى عندنا في خط الهجوم. بس الخبر الحلو اللي اصابه زيزو اصابه مش كبيره، وان شاء الله هيرتاح الماتش الجاي مع شباب القبائل وهيرجع بعد كده اساسي ان شاء الله، هيكون رجع بشكل كامل وفي مستواه. وزيزو يا جماعه عنده شغف، عنده شغف يفضل في الملعب اكتر وقت ممكن. زيزو السنه دي عايز يعمل حاجه مع ان الامكانيات كلها مش مساعداه والاجواء مش مساعداه، بس هو مصمم يعمل حاجه. اما الخبر اللي بعد كده قلنا لكم امام عاشور خلاص اساسي 100% الماتش الجاي، ورجع بكامل لياقته وبكامل قوته، وان شاء الله ان شاء الله يبدع مع النادي الاهلي. اما الخبر اللي بعد كده اللي يفرح كل اهلاوي هو هل فعلا النادي الاهلي اتعاقد مع مهاجم؟ هو حتى اللحظه دي النادي الاهلي ما تعاقدش مع مهاجم. بس الخبر الحلو اللي هيفرح كل اهلاوي ان النادي الاهلي مش هيتعاقد مع مهاجم واحد، لا هيتعاقد مع 2 مهاجمين بنسبه 90%. هيبقى فيه اسامه فيصل واسد الحملاوي، دول يعتبروا مصريين او يعتبروا تحت بند المصريين اللي مش محترفين، وفاضل واحد اجنبي ابراهيم دياباتيه. بس مشكله ابراهيم دياباتيه اللي النادي الاهلي اخره او عايز يدفع اخره 2 مليون دولار. بس ابراهيم دياباتيه زي ما تقول العين بصت عليه، ففي فرق من اوروبا بصت عليه. مش عايزين يدفعوا مبالغ كبيره، بس بقى في تنافسيه، فالنادي الاهلي زي ما تقول مش عايز يدفع اكتر من 2 مليون لاي حد هيجيبه. اي مهاجم هيجيبه مش هيدفع اكتر من 2 مليون دولار. هو ده يعني ما اعرفش ليه البخل اللي اداره النادي الاهلي بتعمله، مع انها المفروض تعوض وسام، بس انا مش فاهم حتى الان. يا ريت لو حد فاهم يبلغنا. فانا بقول لك من موقع هذا شهر واحد اللي جاي مش هيبقى مهاجم واحد، هيبقى 2 مهاجمين حرفيا. ويا ريت لو نعرف نتخلص نجيب واحد مكان محمد هاني، لان بجد بجد كفايه كده حرام. محمد هاني ماتشات يبقى توب، ماتشات يبقى ضايع، يعني ولا كانه لاعب في الناشئين. فالموضوع صعب يا جماعه. النقطه الاخيره، هل فعلا رامي ربيعه راجع؟ كان في كلام إن رامي ربيعه راجع النادي الاهلي عشان يعوض الغيابات اللي في الدفاع ويظبط الدفاع وكيني ميني وميني ميني الكلام دوت. اداره نادي العين الاماراتي نفته، قالت مفيش الكلام ده. رامي ربيعة عقده معانا سنتين وهو لسه ما لعبش غير نص سنة، فلسه عقده سنتين، يعني لسه قدامه سنة ونص في العقد، احنا مش مفرطين فيه. وفعلا يا جماعة مش بالعقل والمنطق، احنا لسه بايعينه هنروح نشتريه وبسعر اضعاف اللي احنا بعناه بيه؟ لا مفيش الكلام ده بالمنطق.
اكتب لي في الكومنتات لو انت عاجبك الحلقات الطازة اليومية عشان استمر فيها، لكن لو مش عاجباك وعايز يبقى حلقة مكثفة اكتب لي عشان اعمل لك الحلقات المكثفة اللي كل يومين. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب عشان احنا بنتعب وبنحاول نجيب لكم الاخبار طازة وبس كده.